السلام عليكم، نهار جديد وفيديو جديد كيف العادة مع وصفة جديدة. مرحبا بكم في قناة الطبخ والبيت مع أم جد، دائما مع السهل والبسيط. كيف ما كتشوفوا مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك إن شاء الله، اليوم حاولت نقتسم معكم الطريقة ديالي في العسل اللي هي طريقة ناجحة مليون في المية، وأي وحدة يمكن لها تصايبو وكيجي زوين الصراحة. مكونات اللي هي بسيطة ومضبوطة كيف ما كتشوفوا راه كيعطينا واحد النتيجة اللي زوينة، تقدروا كتستعملوه في المعسلات ديالكم او الاكل اللي مالا، يعني ينفعكم بزاف في هذا شهر رمضان. كيف ما كتشوفوا راه كيجي رائع، ومازال غيزيد القوام ديالو يتكاتف اكثر من هكا، يعني حيت مصايبه غير البارح واليوم في الصباح كنصور معكم، ومازال غادي يزيد يعقد. كيف ما كتشوفوا مكونات اللي مضبوطه ومقادير اللي ناجحه مليون في المية، غتجربوه نتوما تحكموا بنفسكم مع واحد البليغات اللي كيف ما كتشوفوا غير بالعجينه السائله بدون عجن. سمعتوا التقرمشه؟ كنتمنى انكم تسمعوها، وكيجيو هشاشين على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا، وغير بالعجين السائل يعني بلا عجينه بلا دلك، وكيعطيونا واحد المذاق تا هما اللي رائع، وكيعطي واحد الكونتيتي شويه. انا خدمت معكم غير شويه حتى تجربوهم. هادو شاطو ليا درتهم على شكل مربع، كنتمنى انكم تسمعوا التقرمشه ديالهم. كيف ما كتشوفوا راه كيجيو زوينين، ودرتهم بهاد العسل نيت اللي صايبت معكم، راه كيجيو زوينين. سمعتوا التقرميشه؟ يعني ما فيهم لا عذاب لا تماره، وتوجديهم دغيا ما كياخذوش بزاف ديال الوقت. وتا هاد العسل راه دغيا كيوجد، وكيف ما قلت لكم وعطيتكم بعض النصائح للاخوات اللي ما كيصدقش معاهم العسل، او اللي كيديروه كيلقاو مع مشاكل من بعد. كاين اللي كيتجمد لها العسل او لا كيجيها خفيف. انا في اخر الفيديو راني عطيتكم بعض النصائح باش تجنبوا هاد المشاكل، وحتى لا قدر الله وقعتوا فيها عطيتكم الحلول كيفاش انكم يعني تعتقوا الموقف وتقدروا تستعملوا العسل ديالكم، ما تخليوش يضيع. اللي عجبها الفيديو تبقى معايا حتى الاخير، وفرجه ممتعه. وكيف ما كنقول لكم ديما ما تنساوش ليا البصمه، وما تنساوش ليا شي كومونتير زوين، والاشتراك في القناه اللي ما مشتركش يشترك في القناه ويفعل الجرس باش يتوصل باي جديد، وبارطاجيو ليا الفيديو مع احبابكم وصحابكم باش تعم الفائده، وهكا القناه ديالي تزيد تعرف اكثر. وفرجه ممتعه، كنتمنى من الوصفات اللي كنقدم لكم ينالوا الاعجاب ديالكم، ونخليكم مع الفيديو. فرجه ممتعه. نبداو بسم الله على بركه الله في تحضير العسل ديالنا. كيف ما كتشوفوا كنحتاجوا ليه قالب ديال السكر اللي كيوزن 2 كيلو، يعني اللي ما عندهاش القالب وباغا دير السنيده يمكن لها دير 2 كيلو، مقارنه مع قالب ديال السكر. مع واحد الحامضه صغيره، بالنسبه لي انا عندي حامضه كبيره غندير غير النصف ديالها، اللي غادي تقطعيها شرائح دائريه. وغنحتاجو لتر ديال الماء بالضبط، يعني انا عطيتكم مقادير اللي مضبوطه 100%، واي وحده غادي ينجح معايا ان شاء الله. مع قالب ديال السكر كنحتاجو لتر ديال الماء، مع حامضه صغيره كيف ما قلت لكم. بالنسبه لي انا عندي حامضه كبيره غندير غير النصف ديالها، من بعد ما غنحيد الشرائح ديال البذور باش ما يطلقوش ليا المروره في العسل ديالي. كيف ما كتشوفوا كنرمي الشرائح ديالي. بالنسبه للمنسمات انا ما غاديش ندير فيه شي منسمات، غنكتفي غير بالقرفه وبالباديانه. كاين اللي كيدير فيه حبوب اتاي والزعتر، كديرهم في كبيبيسه وكترميهم على العسل ديالك، ولكن انا فضلت انني ندير غير القرفه والباديانه. بالنسبه للناس اللي بغاو يتناولوه الاكل يمكن لهم يديروا المنسمات، الصراحه راه كيجي رائع. اما الا كنتي غادي تستعمليه للمعسلات رمضان او اي معسلات، كنصحك انك ما ديريش فيه منسمات بزاف باش ما يبقاش اللوغو ديالهم طاغي على العسل. كيف ما كتعرفوا ان الزعتر النكهه ديالو كتكون مجهده شويه، هذا علاش انا تجنبته. حاولت ندير غير القرفه وواحد 3 د الحبيبات ديال الباديانه كيف ما تشوفوا معايا في الفيديو. راه السكر ما كياخذش معنا بزاف ديال الوقت، يعني دغيا كيدوب. مجرد ما كتخوي عليه الماء كتحسي به بدا كيهبى، يعني راه دغيا كيدوب معنا، ما كيشدش بزاف ديال الوقت. كيف ما كتشوفوا كيف ما قلت لكم راه ما كياخذش معكم بزاف ديال الوقت باش يذوب. انا بقيت مع قالب السكر ديالي حتى حاولت نهبطو
يعني تقطع بوحدو لقطع صغيرة بقى غير هذا. غنبقى نحرك فيها هكا مرة حتى يذوب معايا تماما باش نكملو تحضير العسل ديالنا. شعلت العسل ديالي فنبقى نحرك فيه مرة لو حتى يذوب معايا بصفة نهائية، يعني ما بقاش يبان لنا حتى شي مورسو ديال السكر. مرة حركيه ليه، ما تكونش العافية مجهدة. كيف ما كتشوفوا راه الصورة موضحة لكم. كنتمنى ان التصوير يكون واضح وتكونوا فهمتوني. يعني هاد العسل صدقوني راه بمقادير اللي هي مضبوطه، وانا متاكده غادي ينجح معكم. دابا غادي نغطيه على العسل ديالي، ولكن ما تقفلوش عليه الكوكوط، يعني كتخليوه فين يتنفس باش ما يفيضش ليكم. كيف ما كتشوفوا وكيف راه ما السكر كتشوفوا ديالي انا باقي كيذوب. مره نتوما كنرجع مره بالعسل تبقاو ديالي تحركوا كنحركو حتى حتى يذوب يذوب معكم ليا السكر السكر تماما تماما. بهذا الشكل هذا. يصبح ليا بقاو الخليط تحركوا سائل. فيه وما ياخذش لكم كما بزاف ديال كتشوفوا الوقت. كيف ما كتشوفوا راه بقى غير هذا المورسو هذا. غنبقى ما نحرك فيه كياخدش هكا حتى بزاف ديال يذوب. الوقت، من موراها 40 حتى نخليو العسل 45 ديالنا دقيقه يطيب. تيكون العسل ديالك ما واجد. فيهش بزاف ديال يعني ما كياخدش مراحل، بزاف وما دغيا كيحتاجش كيوجد. انك تسدي عليه ديري السكر المكونات ولا بسيطه. كتخلي الخليط محلول عليه او الطنجره فاش طيبيه، ومره كتبقاي ما تطلعي بقى عليه والو بحال هكا يذوب كيف ما وكتحركي. كتشوفوا. كما المهم باش ما كتشوفوا راه ما نطولش خداش عليكم معايا بزاف الفيديو، ديال من الوقت، بعد يعني ما يذوب بقات ليا عندي غير السكر ديك ديالي المورسو تماما، ما تبقى حتى شي عليه يذوب مورسو حتى ديال هو. السكر، غنحاول ندير صافي الغطاء غنخلي ديال العسل الطنجره ديالنا ديالي، يطيب وما تحاولوش تغطيوه باش ما يفيضش حتى ليكم. يوصل للدرجه يعني اللي على هذا بغينا. الشكل هذا تخليوه منين يتنفس. كيف ما وكيف سبقت ما قلت قلت لكم لكم خليو 45 الكوكوط دقيقه، منفسه وبقاو شويه باش تراقبوا هكا ما مره يفيضش طلعوا لكم عليه حتى السكر يبان لكم ديالكم. العسل وصل للمرحله اللي خصو يوصل ليها. يعني مره وكتعبروه حركي. كتهزوه واحد شويه ديروه في الطبيسيل باش تشوفوا الدرجه ديالو اللي بغيتو تحصلوا عليها في العسل ديالكم. المهم انا غنبقى معكم ايطاب باغ ايطاب حتى نوصل للمرحله اللي بغيت ونشاركها معكم. دابا غنخلي العسل ديالي يطيب كيف ما قلت لكم، وغنحاول نغطي عليه نعري عليه عفوا شويه الغطاء، يعني نخليه فين يتنفس باش ما يفيضش ليا السكر ديالي، ونكملوا البليغات ديالنا. كيف ما كتشوفوا نبداو دابا بسم الله على بركه الله في المقادير ديال البليغات ديالنا. انا غادي نعبر معكم بالكاس باش نعطيكم المقادير بالضبط. غندير انا درت غير نصف الكميه، يمكن لكم تضاعفوا المقادير. غندير 2 كيسان ديال الزنجلان اللي سبقوا حمرناه شويه في المقله كيف ما سبقوا قلت لكم. دائما القياس بكاس العنبه. انا خديت واحد الاناء درت فيه قبيصه ديال الملحه. غنعبر معكم بالكاس 2 كيسان ديال الزنجلان كيف ما قلت لكم اللي محمر غير شويه ماشي بزاف، غير كنصهدوه في مقيله. درت الكاس الاول، غنحاول نعبر الكاس الثاني. واللي بغى تضاعف المقادير غدير 4 الكيسان ديال الزنجلان مع 4 الكيسان ديال دقيق الفورس، يعني نفس الكميه اللي درتي بالزنجلان كديريها بدقيق الفورس. انا هنا درت 2 زنجلان كيف ما كتشوفوا. هذا راه كيوزن نفس القياس ديال كاس العنبه. ودابا غنحاول نعبر 2 كيسان ديال دقيق الفورس. من الاحسن يكون من نوعيه جيده ومغربل من قبل. غنعبر معكم الكاس الاول كيف ما كتشوفوا. غنضيف الكاس الثاني. ها هو. ودابا غنضيف واحد 4 ديال المعالق ديال الزيت نباتيه. غنضيف واحد المعلقه كبيره ديال الخل الابيض او الخل الاصفر اللي عندكم. واحد 4 كاس ديال الماء الزهر. ما كتشوفوا عندي صفر بيضه، وحتى لا دوبلتوا المقادير غتكتفيو غير بصفر بيضه راه كافي. حتى المقادير ولو تدوبلوهم، يعني ما تحتاجوش تزيدوا صفر ديال البيض. كما كتشوفوا عندي معلقه صغيره من النافع اللي مطحون.
ومعلقه صغيره من حبه حلاوه نفس الشيء حتى هي تكون مطحونه. وماشي بالضروره يكونوا منيلين ولا غيقطعوا لنا العجينه كيف ما سبق قلت لكم، هذه غير عجينه سائله كيف ما كتشوفوا. معلقه صغيره من حبه حلاوه. غنضيف واحد راس معلقه ديال الخميره كيماويه او بيكين باودر، ولا دوبلتوا المقادير يمكن لكم ديروا حتى معلقه صغيره واخا تكون بومبي. انا غندير غير راس معلقه على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. غنضيف نص كاس تاع الحليب، يعني بلا ما نحتاج نبقى نعاود نقولها، راه المقادير باينه هذه مضبوطه بالنسبه لنصف الكميه. اللي بغى تضاعف المقادير اي مكون درتو دابا غديريه انت على جوج، كنظن ان المساله واضحه. دابا غنضيف الكاس الاول، نورمالمون كنحتاجو جوج كيسان، انا غنضيف الكاس الاول ونخلط الخليط ونشوف واش غيحتاج ليا ولا لا. والماء تيبقى على حسب القوام، يعني القوام خصو يكون سائل. انا غنحرك هاد المكونات جيدا حتى تندمج ليا مع بعضها. وغنضيف الكاس الثاني، ولا بان ليا الخليط ديالي باقي محتاج الماء غنزيدو. ضفت نصف كاس دابا، يعني المجموع كاس ونص، وغنضيف نصف الكاس الثاني، يعني خدات ليا جوج ديال الكيسان. هاد المكونات اللي عطيتكم كنظن ان القوام ديال الخليط اللي بغيت هو هذا. كتكون بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. كنظن ان الصوره واضحه، يعني تيكون قوام سائل. صدقوني راه كيجيو رائعين وما كياخذوا منا لا مجهود ولا دليك ولا حتى شي حاجه، كتوجديهم بسرعه وكيجيو بمذاق الشباكيه، يعني منسمين بالزرارع وساهلين ولا في التحضير لا في المقادير ديالهم. كنتمنى انكم تجربوهم، انا اكيد غادي يعجبوكم. دابا غناخذ واحد المقلاة اللي ما تكونش كتلصق وواحد المغرفه ونحاول نهز الخليط ديالي. كيف ما كتشوفوا راه العسل ديالنا بدا كيتبدل ليه اللون، ولكن راه باقي ما طابش. انا غير بغيت نمشي معكم مرحله بمرحله، وكنحاول نختصر باش ما يجيكمش الفيديو طويل وتملوا منه. هذا علاش كنحاول نختصر ما امكن. ما كتشوفوا راه ما سد عليه لا طنجره لا حتى شي حاجه، يعني غير دايره الغلقه من الفوق، ومره مره بحال هكا كنطلع عليه حتى يطيب ليا العسل ديالي. كيف ما كتشوفوا انا درت المقله ديالي تسخن، ودابا غنحاول نخوي فيها الخليط ونوزعو بسرعه باش ما ينشفش ليا بهذا الشكل هذا. كيف ما كتشوفوا غنحاول نوزعو. انا جلست درت غير البوطه الصغيره ما قديتش نوقف ما شكيت عليكم كيضرني داري، يعني بهذه الطريقه هذه. وغنتسناو حتى ينشف ليها الوجه ديالها ومن بعد نقلبوها على الجهه الاخرى. كيف ما كتشوفوا هو العسل ديالنا راه قرب يوجد، ولكن راه باقي ما طاب. هانتوما كيف ما كتشوفوا الحامض ديالنا راه بدا كيتغير اللون ديالو، ولكن ماشي هذه هي النتيجه اللي خصنا نحصلوا عليها. كيف ما قلت لكم حتى هاد القشره البيضاء اللي كتشوفوا غيولي اللون ديالها غامق، تما غتقدروا تعرفوا ان العسل ديالكم وجد. انا كيف ما قلت لكم راه ما سداش عليه الطنجره، ومره مره بالي معاه بحال هكا كنحركو ونشوف فين وصل حتى يوجد معايا العسل ديالي. يعني قضي شغالك وديري العسل ديالك كيطيب مره مره بحال هكا، طلعي عليه غير ما تغفليش عليه حتى يطيب لينا العسل ديالنا على خاطرو، ونتلاقاو مع النتيجه النهائيه. صدقوني راه كيجي رائع، واحد الريحه عاطيه غزاله ديال هذوك المنسمات القرفه وديك الباديانه. وفي الاخير غنضيف ليه واحد ثلاثه د الحبيبات ديال مسكه حره، ما تحتاجي انك لا تطحنيها لا والو، كترميهم بحال هكا كتعطينا التعليكه العسل ديالنا. ولكن حتى يقرب يطيب ماشي دابا باش كتبقى النسمه ديالها واللوغو ديالها حاضر. دابا نخلي العسل ديالي باقي يطيب. هنا العسل ديالي من بعد ما وصل لهاد المرحله هذه كيف ما كتشوفوا انا غنوريكم الشكل ديال الحامض ديالنا كيف ولا.
على هذا الشكل هذا. هنا كنعرفوه راه طاب. دابا غادي نحاول نرمي دوك 3 د الحبيبات ديال المسكه الحره اللي قلت لكم، وغنحرك وغنخليهم يذوبوا في هذه السخونيه. ما نحتاجوش كاع اننا دابا غنحاول نقص عليه البوطه حتى تحيد فيه هاد الكشكوشه هادي، ونطفي العسل ديالي وهكا غيكون واجد. وقبل ما نخلي العسل ديالي حتى الصباح غنحاول نحيد ليه هادو، حيت الا خلينا حتى الصباح وعقاد غيصعب علينا اننا نحيدوهم وغيلصق لينا فيهم العسل. من الاحسن نحيدوهم دابا ونصفيوه من دوك الاعشاب قرفه ونطرونش ديال الحامض. كما كتشوفوا نخليو العسل ديالنا حتى الغدا ويكون واجد. كيف ما كتشوفوا انا درت دابا القطعه الثانيه، يعني اللي طابت كديروها في منديل كيف ما قلت لكم. كتبقاو مستمرين هكا حتى كطيبوا الوحدات كاملين اللي عندكم. ولا بان لكم الخليط تقال معكم واحد شويه كتحاولوا تزيدوا ليه واحد الماء، يعني خصو يبقى في هذا لا تيكستير او هذا القوام هذا يكون سائل. الا بان لكم الخليط عقاد معكم شويه ماشي مشكل تزيدوا ليه شويه ديال الماء. خصو يبقى بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا حتى تكملوا جميع الوحدات اللي عندكم. كيف ما كتشوفوا هادو هما الوحدات ديالي من بعد ما ساليتهم كاملين درتهم في واحد المنديل خليتهم ترجع لهم الصاد ديالهم باش يبقاو ليا رطبين. راه باقي فتيين. دابا غنحاول نقطعهم بالجراره. انا هنا كنوريكم كملت غير بالجراره ديال البيتزا. الصراحه عصباتني هذه حفات ليا الجراره. كيف ما كتشوفوا انا نبقى مستمره حتى نكمل. كنت بغيتهم يجيو مشنفين من الجنيبات بهذا ديال الجراره ولكن ما كتبش. قطعتهم غير سامبل بالجراره ديال البيتزا. انا غنبقى مستمره حتى نكمل الكميه كامله ونتلاقى. كيف ما كتشوفوا هذا النهار الموالي نوريكم النتيجه ديال العسل كيفاش الصباح، ومازال غادي يزيد يعقاد. قد ما طول عندكم قد ما كيزيد يعقاد. يعني اللي بغات تستعملوا المعسلات رمضان ان شاء الله من الاحسن تخليه واحد اليومين من مور ما توجديه من طبيعه الحال. خليه واحد يومين باش يزيد يعقد، باش هكا كيشد لكم اكثر في المعسلات ديالكم. انا حاولت نديرو لكم في هذا الاناء ديال الزاج باش تشوفوا اللون ديالو، حيت في الطنجره ما كيبانش كيف ما شفتوا. ما غاديش يبان لكم اللون بالضبط. وكيف ما قلت لكم راه غيزيد يعقد مازال. غنعطيكم واحد جوج نصائح بالنسبه للناس اللي ما كيصدقش لهم العسل اولا اللي كيقصح لهم كيتجمد. يعني كتصايبي العسل ديالك وكيصبح هادو هما جوج اسباب اللي كيتشكاو منهم الناس بزاف. يا اما كيجيك العسل جاري ولا كيصبح لك حجره كيف ما كنقولوا كيتحجر. انا نعطيك الحل باش يصدق لك العسل ديالك يعني وتعتقي الموقف كيف ما كنقولوا. الا درتي العسل ديالك وصبح لك حجره عرفي ان السبب غيكون جوج، يا اما فوتي ليه الطياب اولا جهدتي عليه البوطه وطاب اكثر من القياس. هادو من جوج من بين الاسباب اللي كيخليو ان العسل ما يصدقش. بالنسبه اللي يقصح ليها زعما فقتي الصباح ولقيتي العسل ديالك ولا حجره ولا شي حاجه بحال هكا تقدري طيحي اي وحده تقدر طيح في هذا المشكل. ما عليك غير تغلي الماء حتى يطيب مزيان وتخوي على العسل ديالك وتحركيه حتى ماشي تزيدي طيبيه، هو اصلا فايت لك في الطيب وغتزيدي طيبيه غير حتى كيندمج لك داك الماء غليان اللي زدتي مع العسل ديالك صافي كيطلق وغيصبح العسل ديالك جاهز وغتحصلي على القوام اللي بغيتي ان شاء الله. اما بالنسبه للناس اللي يبقى ما كيصدقش لهم العسل عفوا وكيخرج لهم جاري، ما عليك غير تزيدي طيبي واحد 10 دقائق اخرى وهكا غيكون العسل ديالك واجد. كيف ما كتشوفوا هذا راه صالح للاكل للمعسلات لاي حاجه وناجح مليون في المية. عطيتكم مقادير اللي هي مضبوطه ديال قلب سكر او 2 كيلو السنيده. كديروا مع يطرو ديال الماء، حامضه صغيره مقطعه طرونش، عويدات ديال القرفه وثلاثه الحبيبات ديال المسكه الحره وواحد 3 ديال الباديانه. هذه اختياريه اللي ما بغاتش تضيفها بلاش. كيف ما سبق وقلت لكم في مقتطفات ديال البارح حتى هذا النهار الموالي. كاين اللي كدير فيها كميميسه كدير فيها الحبوب ديال اتاي، كاين اللي كيدير فيه الزعتر كيبغي نسمو بالزعتر، كل واحد وباش كينسمو. ولكن من الاحسن لك بغيتي تستعمليه للمعسلات ديال رمضان من الاحسن ما ديريش ليه دوك المنسمات، اكتفي بعويدات ديال القرفه والباديانه وحبيبات ديال المسكه الحره. اما بالنسبه اللي بتستعملوا للاكل فيمكن ليها تنسمو باش ما بغات. كاين اللي كدير النافع ولا حبه حلاوه، كاين اللي كدير الزعتر. كيف ما قلت لكم كل
كل واحد وباش كينسمو داكشي كيبقى على حسب الاختيار. المهم انا عطيتكم الطريقه اللي غينجح بها معكم العسل ان شاء الله 100%. يعني مقادير اللي هي مضبوطه، اي وحده تقدر تصايبو. كيف ما كتشوفوا كنتمنى ان النتيجه تعجبكم وتقبلوا المرور ديالي ويعجبكم هذا الفيديو. الى الفيديو القادم ان شاء الله. كنتمنى تجربوه حيت فعلا كيستحق التجربه وغينفعكم بزاف. شهر رمضان المبارك على الابواب، يعني غنحتاجوه بزاف. هذا اللي كاينه اخواتاتي. كنتمنى الفيديو يعجبكم وطلعوا لي في راسكم. ما تنساونيش من لايك او البصمه اللي كنقول لكم دائما، حيت كاين الفرق ما بين المشاهدات. كاين واحد الفرق شاسع كنلقى المشاهدات، ولكن كتنساو لي لايك. ما تنساونيش من اللايك ديالكم، شي كومونتير زوين، وبارطاجيو مع احبابكم وصحابكم الفيديو باش تعم الفائده وهكا القناه ديالي تزيد تعرف. فضلا منكم وليس امرا. وتهلاو لي في راسكم. الى الوصفه القادمه ان شاء الله.